بسم الله. متابعينا الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة الجديدة أحييكم في هذا البث المباشر والحصري، أكيد على قناتكم، أكيد على قناة العائلة، قناة أخبارك تيفي. هذا البث اللي خصصناه بأجواء مدينة الجديدة، وكذلك لما لا ما نعيشوش أجواء الرمضانية بصراحة ماشي ديال دابا، اللي كانت من قبل، ما أحوجنا إليها وما أحوجنا في التذكير لها متابعينا الأوفياء. فقبل ما نبداو هذا البث المباشر نبغيو نحيي كل متابعينا ومتتبعات من خلال هذا البث المباشر اللي خصصناه يعني بأجواء مدينة الجديدة، وباش نذكروا بعضياتنا متابعينا الأوفياء، ونذكروا كذلك الشباب كيفاش كنا كنعيشوا في هاد كيفاش كنا كنعيشوا الاجواء الرمضانيه بصراحه، يعني في الحقبه ديال الزمن الجميل، وكيفاش عشناها مع والدينا. فمتابعينا الاوفياء ومتتبعات، فكيفاش كانت الاجواء اللي مازال كيعيش نفس الاجواء اللي كانت في الحقبه الجميله اللي عشناها مع والدينا، يخبرنا فيها ويخبرنا بها ويقول لنا واش نفس الاجواء اللي كنا كنعيشوا واش هي اللي كاينه دابا، واش نفس التقاليد متابعينا الاوفياء اللي كانت في الزمن الجميل. دائما ملي كنقول الزمن الجميل راه ما كنمشيش بعيد، راه دائما كنقرب غير هنا، كنقرب غير الالفينات ونتم جاي، اللي كانت بصراحه كنعيشوها بكل موده وبكل اخاء. والحمد لله المغاربه راه دائما معروفين بالخصال ديالهم الطيبه والحميده، اللي دائما كيعيشوا هذه الاجواء، خصيصا في هذا الشهر، شهر الغفران، شهر التوبه، شهر المغفره، شهر صله الارحام، اللي دائما والحمد لله كنشوفوا المغاربه في كل بيت، في كل عائله كيعيشوا اجواء بصراحه روحانيه، اجواء عائليه، اجواء الصدق والاخاء والحمد لله. فلهذا خصصنا هذا المباشر بالاجواء الرمضانيه، وكذلك وحنا كنجولوا بالاخوان وبالاحباب وبالاصدقاء في شوارع مدينه الجديده، والساعه تشير الى منتصف الليل و58 دقيقه. فعواشركم مبروكه ورمضان كريم، والايام اللي مشات ان شاء الله تكون ايام كلها مقبوله، صيام مقبول عند المسلمين كاملين ان شاء الله. واجيو احبابنا، اجيو اصدقائنا، اجيو خوتنا، نعيشوا الاجواء ونذكروا بها هذا الجيل اللي كاين دابا، ونقولوا لهم كيفاش كنا كنعيشوا الاجواء الرمضانيه، يعني اللي عشناه مع والدينا من خلال الحقبه الجميله، حقبه بصراحه اللي فقدناهم يا ربي ترحمهم وتغفر لهم، واللي مازال عايشين يا ربي تحقق لهم الاماني ديالهم، ويا ربي تفرحهم. بصراحه عشنا مع والدينا واحد الاجواء اللي الا تكلمت لكم على الروحانيات غادي نبقى دائما يعني في اجواء القران وفي اجواء الذكر، يعني من كل بيت مغربي دائما كتلقى اجواء روحانيه داخل كل بيت، يعني ناهيك على الجامع وصلاه التراويح اللي كتقام في كل مسجد والحمد لله. الا تكلمت على مدينه الجديده راه كل مسجد كتلقاه مليء لاخره بالنساء وبالفتيات وبالاطفال وبالشيوخ. فالحمد لله على نعمه الاسلام اولا ودائما، وكذلك كتلقى النساء يعني من الصغيره حتى الكبيره كتجي للجامع وكتعيش حتى هي ديك الاجواء وكتفرح قلبها. فالله يفرحنا ويفرحكم متابعينا الاوفياء، والله يجعل دائما هذا البلد امنا مطمئنا بقياده محمد السادس نصر الله وايده. فهذه هي الاجواء كذلك متابعينا الاوفياء بشوارع مدينه الجديده، فدائما امن وامان والحمد لله، والساعه تشير الى 1. فمدينه الجديده دائما والحمد لله كنعيشوا فيها الامن، وخصيصا وانت كتسارى يعني في هذه الوقيته هذه، فكتحس براسك وكانك في مدينتك. انا نقول مدينتك، ولكن الشوارع كتكون هادئه، قليل من السيارات، حتى يعني الناس ما كيكون اغلبيه الناس كيكونوا داخلين لديورهم. فبصراحه كتعيش واحد اجواء هادئه، اجواء جميله. وحنا بالمناسبه كنتكلموا على سيدنا رمضان، ف يعني كنتكلم دائما ليس ببعيد
واحد الزمن اللي هو قريب من قلوبنا بصراحه، اللي عشناه مع والدينا بكل حب، بكل اخاء، بكل ثقه، وعشنا فيه كيف ما قلت الاجواء اللي كتلقى اغلب المساجد، بل كل المساجد على مستوى مدينه الجديده واحياء مدينه الجديده كل مليئه لاخرها، يعني بالنساء كيف ما قلت وبالشيوخ وكل شيء فرحان وكل شيء. يعني كنا كنتظروا سيدنا رمضان بواحد الحب، بواحد الشغف، وكل شيء فرحان، وقلوبنا مليئه بالحب وبالطاعات، وكنتسناو كنتسناو واحد الزائر. كيف ما يعني كنا في واحد الوقت ما كاين لا هاتف، لا من يدق عليك كيف ما كنقولوا، يقول لك فوالا انا راه جاي عندك باش نشوفك ولا هذا. حتى كل شيء ناعس مع هذيك الربعه العشيه انت كتسمع دقان، كتفرح، كتعرف بان عمك ولا خالك ولا خالتك جايه. فكينوضوا الوالدين، كتنوض كتسلم وهو عرقان وجاي من السفر وفرحان. ما نتكلمش على دائما عن نقاء ايجابي. فبصراحه دازت ايام جميله والحمد لله، دازت ايام اللي ما عمرنا ننساوها، دازت ايام اللي عشناها لا من خلال الجرأة اللي عشناها باغلب يعني احياء مدينه الجديده، لا من خلال الحويجات اللي عشناهم مع الناس اللي دايرين بينا والناس اللي كنعرفوهم والاحباب والاصدقاء وخوتنا. يعني عشنا واحد تلاحم عائلي، عشنا واحد الحب عائلي. واخا تكون جارنا كنعيشوا معاك الحب، واخا تكون غريب كنعيشوا معاك الحب. فهذا هو المغرب وهذه هي بلادنا، دائما وراء جلالة الملك نصره الله وأيده. فاحبابنا، اصدقائنا، متابعينا الاوفياء، الله يدوم ما علينا نعمه. استغلوا هذه الفرصه في طاعه ديال الله سبحانه وتعالى، استغلوا هذا الشهر المبارك في زياره الارحام، استغلوا هذا الشهر المبارك يعني في تحطيم تشويش العلاقات، باش الانسان يجدد العلاقه مع خوته، يجدد العلاقه مع الله سبحانه وتعالى، يجدد العلاقه الا كان شي خصام او نزاع مع احبابه ولا مع اصدقائه. احبابنا اصدقائنا، الله يقاد القلوب، والله يريحنا ويريحكم بالطاعه ديال الله سبحانه وتعالى. ما بقى لنا الا نودعكم على امل اللقاء بكم في مباشر اخر. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.